هلو، معاكم هدير نجيب، يوجا انستراكتور ولايف كوتش، سول دانسر وديتوكسين كونسلتنت. وده باني ممكن يحضر معانا الفيديو النهارده فعادي. النهارده هكلمكم عن ايه الحلول بتاعه الاستحقاق اللي انتوا طلبتوها مني، واقول لكم في اخر الفيديو هنعمل تمرين عملي ازاي ممكن نعمل تمرين يهيل شويه اي مشاكل ممكن تكون ليها علاقه بالاستحقاق. وخلينا متفقين انه اي حاجه مش هتبقى بديله عن انك انت تتابع مع حد وحد يخليك تطبق، لانه مش صح بس ان احنا ناخد وعي من غير تطبيق. مع المتخصصين انا او غيري حد هيساعدك ان انت تاخد نتائج اعلى، ولما انت تشتغل على نفسك من خلال الفيديو ده هيوصلك لمرحلة وعي اكبر يخليك تشتغل احسن مع اي حد متخصص. وقبل ما نبتدي عايزة اوريكم ده الزرع ده، في حد جابهولي. انا بقى هبقى يعني هعمل لكم الفيديو جاي هوريكم الروم اللي انا قاعده فيها ومليانه زرع وحاطين فيها حاجات حلوه من دي كتير. الزرعه دي هعرف لكم اسمها بالظبط المره الجايه، بس هي بتبقى ليها يعني بتطلع بس في الوقت بتاع الشتاء والكريسماس، فحبيت اوريها لكم. المره الجايه هقول لكم مين بقى السبب في الزرع اللي موجود والحاجات الحلوه دي. طيب اول حاجه هحكي لكم ايه المشكله اللي ليها علاقه بالاستحقاق او الروت كوز. وزي ما قلت انه مفيش حاجه هتعالج الروت كوز قد التكنيكس اللي انت بتشتغل عليها العقليه مع حد، بس اللي احنا بنقوله شرح مبسط عشان انت تقفش المشكله زي ما عملنا في الفيديوز اللي فاتت، ونشتغل عليها في التمرين او الاكسرسايز اللي موجود في اخر الفيديو. في حاجه اسمها CEN، Childhood Emotional Neglect. لما بيحصل اهمال في فتره الطفوله او في التشايلد اكسبيرينس بتاعتك، بيحصل فيها اهمال او بيحصل فيها عدم ما بتاخدش الاتنشن من الاب والام. ده تتاكد منه ازاي؟ 4 نقط. اول نقطه هي انك انت بتدرك ان انت people pleaser، بتحب to please someone، او انك انت طول الوقت بتشتغل على انك ترضي الاخرين او تساعد الاخرين. 2 انك انت طول الوقت بتخاف لو حد قال لك اي كلمه، او حد قال لك ده فلان اتكلم عليك وقال عليك انك كذا، او حد انتقدك، او حد قال لك انت مش احسن حاجه، بتتهز قوي من اراء الناس فيك. 3 نقطه وهي انك انت بتجذب toxic relationship او unhealthy relationship على طول في حياتك، سواء عاطفيه او اصدقاء او في كوميونتي، بتتواجد في كوميونيتيز مثلا في الشغل او كده، دايما ناس توكسيك بتستنزفك او بتعمل حاجات معاك صعبه جدا وهم فعلا توكسيك. 4 نقطه وهي انك انت بتخاف تعبر عن اللي انت عايزه، او ما بتعرفش تقول ايه اللي انت محتاجه او ايه اللي انت عايزه، او لا او يعني حاجه انت عايزها ومش عايزها. لو الحاجات دي عندك فانت تعرف انه CEN موجود عندك، اللي هو Childhood Emotional Neglect، حصل منه جزء كبير في الطفوله. وده طبعا في اسئله اكتر بنعرفها، بس دول قريبين قوي من الناس اللي عندها CEN. طيب CEN ده بيأكد انه انت لازم تشتغل على الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي، او الحلول دي هتنفع معاك قوي. اول حل هي انه انت تعمل هيلينج للانر تشايلد. دي اهم نقطه في كله. الطفل الداخلي بتاعك لازم تكونكت مع البين بتاعه او مع احساس الوجع اللي هو حاسه. يعني انك انت تبتدي تسال نفسك اسئله: ايه اللي وجعني وانا صغير؟ ايه الحاجات اللي انا تعرضت لها وانا رافضها؟ ايه المواقف اللي والدي ووالدتي او مش والدي ووالدتي تعرضت لها في المدرسه، تعرضت للتنمر، التشايلد هود بيريود اوف تايم او الاكسبيرينس دي تعرضت فيها لايه، وايه البين اللي موجود؟ التمرين في اخر الفيديو، كنت اقول السيشن في اخر الفيديو هيقول لك ازاي تكونكت مع البين. تاني نقطه هي انك الديالوج بتاعك بينك وبين نفسك بيبقى ايه؟ بتكلم نفسك ازاي؟ بتكلم نفسك عن سلوكياتك ازاي؟ بتقيم نفسك ازاي؟ يعني هل لو انت غلطت غلطه بتفضل تجلد نفسك؟ هل انت بتكلم نفسك انك انت فاشل؟ الصوت او الشبح بتاع الاب والام، او الصوت اللي كان بيجلدك وانت صغير او بيعاقبك، هو اللي شغال عليك دلوقتي وانت بتكلم بيه نفسك؟ يعني بتسمع صوت نفسك بس بنفس كلام اللي كان بيتقالك وانت صغير اللي كان بيضايقك. فبتكلم نفسك ازاي؟ تالت نقطه الستاندرز بتاعتك. انت عارف انت عايز ايه؟
محدد انت عايز توصل لايه. طب في حد بيقول لي انا طول عمري مش عارف انا عايز ايه، يعني انا طول عمري مش عارف اصلا اعرف ازاي انا عايز ايه. لما بتعرف ايه اللي تعبك، البين، لما بتكونكت مع البين بتعرف ايه عكسه، فبتعرف انت عايز ايه. يعني انا دلوقتي حد عرفت ان انا عندي غضب، في جوايا غضب مكتوم، فعكس الغضب ايه؟ ان انا اكون هادي ورايق. فانا عرفت ان انا عايزه ابقى هادي ورايق. ايه اللي هيوصلني للهدوء والروقان؟ عندي هدف ان انا في كارير اليوجا، عندي هدف ان انا انجح. النجاح ده ايه؟ انا عايزه انجح عشان اتشاف، عشان احس انه اللي ضايقوني او اشفي غليلي من اللي مضايقوني. فانت لسه بتكونكت مع الغضب وعايز تعمل عكسه، فانت هنا الاويرنس بتاعك هيحكمك انه لا، انت مش عايز تنجح عشان خاطر تتشاف او عشان خاطر تثبت حاجه، انت عايز تنجح عشان انت تبقى مبسوط، عشان تحس انك انت بتفيد. شايف الكونسبت تتحول ازاي؟ الاويرنس سلاح ذو حدين، فخلي بالك فانت لازم تعمل كنترول بالوعي اللي انت خدته. ولما بتكونكت مع البين في الانر تشايلد ممكن يحصل حاجه خطيره، انك انت تروح لدور الضحيه. فمش بنقول نسامح الفتره ولا نسامح الاشخاص، بس حاول تعمل لهم سيباريشن او تفصلهم عنك، وتاخد الغضب اللي انت حسيته من شخص، لانه تخيلت انه الغضب حصل لك من شخص، خلاص افصله عنك وتقبل. بس انا بقول اكسبت، عشان في ناس ما اقدرش اغصبك على انك تسامح حد. اكسبت بس تقبل وما تعيش في دور الضحيه. فتالت نقطه قلناها انك تعرف انت عايز ايه، وبعد ما قلنا بتعرف انت عايز ايه ازاي؟ لما بتكونكت مع البين وتجيب عكسه، وبعد ما بتجيب عكسه بتبتدي بقى تحط طيب انا هدفي ان انا افيد الناس من النجاح، عشان خاطر مش عشان اثبت حاجه، ولا عشان خاطر حاسس بالفشل، ولا عشان خاطر خوف من الحياه تضيع مني، لان في ناس عندها افكار انه الحياه هتضيع مني، قطر الحياه هيفوتني، الوقت عدى. كل الحاجات دي هعملها سيبريشن وافصلها عن دماغي خالص، واركز انا عايز انجح، عشان انا عايز افيد الناس، عشان انا هكونكت مع حاجه احسن بكتير من شعور الغضب. خلاص، فحددت انا عايز ايه. فانا عايز بيت وعايز اتموسفير مريح عشان اقدر افيد الناس، عايز علاقه مريحه عشان اقدر اوصل للي انا عايزه وافيد الناس، عايز عربيه عشان تسهل عليا دوري في الحياه وافيد الناس، عايز فلوس عشان اسهل دوري في الحياه، عايز اعيش مبسوط وسعيد عشان اقدر اخلي الناس سعيده اكتر من خلالي، عشان الفايبس بتاعتي تفيد الناس. شفت حولت البوينتس ازاي؟ البوينتس دي كلها اتحولت لما انا عملت هيلينج للانر تشايلد، او اتصلت بالوجع او البين اللي كان عايش جوايا. رابع نقطه هي انه رابع نقطه كانت ايه؟ خامس نقطة وهي أنا بشوف أنا أستحق ليه. هل أنا لما باجي أفكر كده مع نفسي أنا عايز healthy relationship، فبفكر كده بقول إنه إيه ده، أنا مش أحسن حد في الدنيا، أنا شكلي مش أحسن حاجة، فأكيد مش هاخد ولد زي ده كويس وأمور وابن ناس وحنين زي البنت دي، فأنا أكيد مش هاخده، أنا مش أحسن حاجة. حطيت فكرة على طول محبطة قصاد الهدف. انا مش هاخد هيلثي ريليشن شيب عشان خاطر انا دايما اهلي بيقولوا لي ان انا فاشله. انا مش هاخد فلوس عشان انا اهلي كانوا دايما شايفين انه اللي معاه فلوس ده دايما شخص طاغي ووحش وبيفسد في الدنيا. شوف المعتقد ايه اللي قصاد الهدف، ايه الحاجه المعاكسه. انا مش هقدر اسيب الشغل عشان خاطر الشغل بيديني فلوس، ومش هلاقي شغل احسن دلوقتي، لازم الاقي شغل احسن دلوقتي، عشان لو سبت الشغل اللي انا فيه دلوقتي انا مش هقدر الاقي شغل تاني. ده المعتقد اللي بيوقفك انك تلاقي اصلا شغل تاني، ومش هتلاقي شغل تاني لانك انت في حاجه موقفاك. اللي بيقرر ياخد حاجه جديده بيغير من الجذور، بيغير الخوف. انا مش خايف انه انا ابطل اخد فلوس من الشغل، والشغل ده مش متحكم فيا، انا ربنا هو المتحكم في رزقي مش الشغل، فبخرج من الخوف. فالنقطة 5 انك تخرج من الفكرة المخيفة او المعيقة قصاد الهدف اللي انت عايز توصل. دلوقتي هنعمل الاكسرسايز، الكوتشنج اكسرسايز. اول حاجة محتاجة منك انك تقعد في مكان هادي، تتنفس كويس، تاخد شهيق زفير، شهيق من الانف زفير من الفم. ومعلش لو سمعتوا صوت الكلب بتاعي بس بيعمل اصوات غريبة، فمش عارفة اخرجه دلوقتي،
اهم حاجه بس تركزوا في الانستراكشنز، واحط لكم ميوزك هاديه على الفيديو، بس اهم حاجه انك تفوكس قوي وتركز على النفس بتاعك. تبتدي تنفس شهيق زفير. inhale through your nose and exhale out through your mouth. ابتدي تنفس لحد ما تهدى خالص، ما تفكرش في اي حاجة. انت في ال present moment، فكر في ال here and now moment. Let you place your hands on your heart chakra. حط ايدك اليمين على قلبك وابتدي تنفس. حس ان انت بتكونكت مع كل حاجة جوه جسمك. شوف نفسك بتروح مكان بعيد في بحر وماشي بيرفوت، اوصل للبحر. حس بملمس المياه على اطراف رجلك. نفس. بعدين ركز انه انت مستقبل كل حاجة حاسسها من الطبيعة دلوقتي، لو البحر او الاتموسفير او الهواء، النفس. حاسس كل حاجة بتخش جواك. انت بتستقبل كل الاحاسيس او كل انت بتستقبل كل حاجة من الكون جاية لك. المية في رجلك، الهواء بيلمس السكن بتاعك، بيلمس الرئتين بتوعك، الاكسجين بيخش بعمق في اللونجز بتاعتك. وبعدين في طفل او طفلة، حسب انت، لو انت بنت هتبقى طفلة، لو ولد هتبقى طفل، وهتشوفه جاي من الناحية اليمين بشويش. Please keep your eyes closed. ما تفتحش عينك غير في اخر السيشن خالص، وشوف الطفل بيقرب منك. طفل من 4 ل 5 سنين، لابس نفس اللبس اللي انت لابسه. بعدين بيمسك ايدك، بعدين بتنزل لنفسه طوله. بتبص له في عينيه، بتشوف ملامحك وانت صغير فيه. بعدين بتحضنه، بتحس انك انت بتكونكت فعلا مع انت وانت صغير، الطفل الداخلي بتاعك. لو حسيت انك بتبكي او عايز تبكي، سيب كل التيرز تخرج، او كل المشاعر اللي فيها حزن ده releasing. it's okay. وبعدين ابتدي اسمع الانر تشايلد بيقولك ايه، اسأله البين فين، احنا حاسين بوجع فين. خليك مغمض عينك وانت جست حضنه وحاسس انه بيكلمك. اسأله الوجع فين. اول ما تحس انه بيجيب لك ميموريز او مشاهد معينة، حاول تشوفها. لو مش عارف تكونكت خالص مع الانر تشايلد، اتس اوكي، كيب بريذنج بس. ابتدي شوف المشاهد اللي هو بيبعتها لك، لو فيها ألم او حزن عبر عنها بالعياط، او لو في صداع او في ألم اتس اوكي. لو مفيش اي حاجة بتظهر او مش شايف اي حاجة برضو اتس اوكي، كيب بريذنج. ممكن يكون لسه مش مستعد ان انت تكونكت مع الانر تشايلد بتاعك. ولو انت you are connected with it أو with him، دي حاجة كويسة جدا. خليك بتتنفس وخليك حاسس بكل حاجة هو بيحاول يسمعها لك أو يوريها لك.
وبعدين اسأله احنا مستعدين نتحرر من كل ده ولا لأ. وقول له احنا هناخد نية نتحرر من البين نفسه، ملناش دعوة بالظروف ولا بالاشخاص، احنا عندنا نية ان احنا نتحرر من البين. اوعد نفسك ووعدوا ان انتوا هتتحرروا من الوجع. التمرين ده تقدر تعمله لمدة 21 يوم. شوف النتائج اللي ممكن تجيلك، ممكن نبقى نحط كمان تمارين تانية، بس ده أول تمرين ممكن يخليك تعرف ايه أصلا اللي وجعك، وان انت تكونكت مع المشاعر اللي انت مش عارف أصلا هي ايه ومش عارف تحررها. اشتغل على تحرير المشاعر بالكتابة، اشتغل على تحرير المشاعر انك تحط نية قبل ما تخش الكلاس بتاع الورك اوت او اي كلاس انت هتعمل فيه رياضة، وحط نية انك تتحرر منه. اعمل اي حركة وحط نية انك تتحرر من المشاعر بعد ما تعرفها وتعرف انه في غضب، في حزن، في ألم، وحاول تتصالح او تتقبل كل اللي وجعك او كل اللي ألمك. مش تسامح، لانه ممكن تكون المسامحة او التسامح ده مرحلة ادفانسد. خليك بس في المرحلة اللي انت مستعد ان انت تروح لها، ولو معرفتش تلاقي الانر تشايلد جرب مرة واثنين وثلاثة. don't force yourself، بس just accept المرحلة اللي انت وصلها وobserve انت حاسس بايه. بس بص على نفسك من جوه انت حاسس ازاي وحاسس بايه. مبسوطه اني كنت معاكم، واشوفكم في فيديو تاني، وهقول لكم بقى على الحاجات اللي موجوده في الاوضه الفيديو الجاي، ونحكي عن حاجات اكتر ونحط تمارين اكتر. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للشانل ما تنسوش، وابعتولي على انستجرام او في الكومنتس برد على كل الناس. اشوفكم في فيديو تاني. باي باي.